السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ عساكم طيبين. أصدقائي، اليوم راح أشرح لكم طريقة إنشاء حساب جديد على برنامج سنتات. كل اللي عليك تسويه إنه تدخل على متجر جوجل بلاي، تحمل هذا البرنامج. بعد ما يكمل تثبيت البرنامج تضغط على علامة الفتح، راح يفتح عندك بهاي واجهية تسجيل الدخول. فأول خطوة تسويها إنه تضغط كلمة إنشاء حساب جديد. بعد ما تضغط إنشاء حساب جديد راح يظهر عندك 3 خيارات، إنه يقول لك تحب تسجل عن طريق الواتساب أو عن طريق رقم الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني، يعني عن طريق الإيميل مالت الجيميل مالتك، أو عن طريق الفيسبوك. أفضل اختيار إنه تسجل دخول عن طريق الفيسبوك، بس أنا لأن ما عندي حساب فيسبوك بهذا الجهاز راح أختار عن طريق الإيميل. مثل ما تشوفون الخطوات كلها نفس الشيء. نضغط على علامة البريد الإلكتروني، حيطلب منك إدخال رمز الإحالة. رمز الإحالة اكتبوا هذا الرمز مثل ما تشوفونه قدامكم، اكتبوا هذا الرمز: 1212103954. بعدها نضغط تسجيل. تمام، بعد ما تضغط تسجيل راح تنفتح عندك هاي الواجهية. كل اللي عليك تسويه انه تضغط على هذا الزر. بعد ما تضغط على هذا الزر راح يطلع عندك الحسابات اللي مفتوحة بجهازك، فتختار الحساب اللي انت تريد تسوي عليه الحساب مال سنتات. بعد ما تختار الحساب اللي تريد تسوي عليه برنامج سنتات راح تظهر عندك شروط استخدام التطبيق اذا تحب تقراهن. هاي كليتين اذا تحب تقراهن. فكل اللي عليك تسويه انه تضغط على كلمة موافق على الشروط. مثل ما تشوفون فتح عندنا الحساب بدون اي مشكلة. مثل ما تشوفون هذا الحساب اشتغل ما بيه اي مشكلة. وكل اللي عليك تسويه انه تضغط على كلمة العداد. بعد ما تضغط على زر العداد تضغط هذا الزر حتى يتفعل عندك زر الفراشة. مثل ما تشوفون هاي اشتغلت الفراشة. كل 24 ساعة راح يجمع عندك شنو؟ راح يجمع عندك مجوهرات. هاي المجوهرات تحولها إلى نقاط، وهاي النقاط تتحول عندك رصيد بالدولار. وهذا الرصيد تقدر تسحبه عن طريق كلمة التحويل، هذا زر التحويل، عن طريق كاش. بس مجرد تضغط على الكاش تكتب المبلغ، مثلا عندك 10,000 نقطة، ايش قد سعرهن؟ دولارين. تضغط موافق، راح يحولك على واجهة ثانية تكتب معلومات البطاقة مالتك وراح يتحول لك الرصيد مباشرة. بس أنا هسه الرصيد النقاط مالتي ما يكفي فما راح أقدر أحول شي. طريقة كلش سهلة وحلوة. البرنامج حلو ما بي أي مشكلة. هنا هذا عن طريق هنا الأصدقاء إذا عندك طلبات صداقة. هنا الرسائل، هاي قائمة الأصدقاء. عندك هنا العداد، تقدر تطور العداد مالتك. إنه هسه العداد اللي عندك مثل ما تشوفون هذا زر مضاعفة العداد، انه شنو تطور العداد مالتك، تضغط عليه ضغطة واحدة. مثل ما تشوفون هاي العدادات اللي تقدر تشتريها. عندك بالاسفل هسه انا عندي قد عداد مجوهرات يومية 400 مجوهرة ينطيني. عداد النقاط صفر. فاذا تحب تطور العداد مالتك مالت النقاط حتى النقاط تحولها الى رصيد بالدولار، تقدر تشحن نقاط وتشتري احد هاي العدادات. عندك مثلا هذا العداد 5000 نقطة، السعر مالته 1,555,000 نقطة، يعني تقريبا سعره 350,000 دينار عراقي. هذا العداد تقدر تشتريه ينطيك يومية 5000 نقطة سعرهن $1. عندك بعد انه نرجع هنا عندك كلمة شراء. مثل ما تشوفون هذا المتجر تضغط عليه. هاي هنا عندك بطاقات الشحن، الشحن شدات بوبجي او رصيد اسيا كورك، هاي مثل بلاي، موقع كريم. عندك هاي شدات بوبجي 660 شدة سعرها 55,000 نقطة. شدات هاي بوبجي. هاي مجوهرات لودو. عندك بعد شنو النوب، هذا الرصيد آسيا، رصيد زين العراق. آه، مثل ما تشوفون هواي شغلات تقدر تشتريها من البرنامج. عندك هاي المنتجات هنا تضغط عليها قسم الحاسوب. عندك عدة لابتوبات تقدر تشتريها بنقاط مثل ما تشوفون. هذا اللابتوب، هذا عندك هذا اللابتوب مثلا سعره 1,300,000 نقطة. مثل ما تشوفون عندك النوب أجهزة الموبايل، هاي مثل ما تشوفون مثل هذا الموبايل بوكو C 75 سعره 700,000 نقطة.
إذا تريد تشتري يعني عندك نقاط تكفي تضغط عليه. هاي مثل ما تشوفون هذا الألوان مالته المتوفرة، تضغط اضف إلى السلة، يرجى اختيار لون المنتج، اختيار منتج تضغط هنا اللون الأسود، تعطي اختيار، تنطي اضف إلى السلة، تم إضافة المنتج بنجاح. ترجع تضغط على هاي السلة مثل ما تشوفون بالأعلى، هذا المنتج اللي احنا راح نشتريه. بعد شو تسوي اتمام عملية الشراء، تحدد عن طريق الأقساط، لو تريد تدفع نقدي فتختار تقدر بأقساط، يعني كل قسط تدفع مثل 50,000 نقطة 30,000 نقطة. تضغط اتمام عملية الشراء، راح يظهر لك واجهة تكتب بيها معلوماتك، يوصلك الموبايل إلى باب البيت. عندهم أيضا قسم السيارات، أجهزة اللوحية اللي هي اللابتوبات مثل ما تشوفون، هذا الآيباد 10 آيباد 10 برو ما أعرف إيش، هذا آيباد 9 مثل ما تشوفون هاي الآيبادات، كل الآيبادات متوفرة عندهم. عندك أيضا قسم السيارات مثل ما قلنا، هاي السيارات اللي موجودة عندهم أيضا تقدر تشتريها بالأقساط، بس لازم شنو يكون عندك عداد قوي. هاي السيارات بس خليه يفتح دقيقة، هاي مثل ما تشوفون هاي السيارات اللي متوفرة عندهم تقدر تشتريها بالأقساط، سيارات كلش حلوة وجديدة. هاي مثل ما تشوفون هاي السيارات اللي متوفرة عندهم. برنامج كلش حلو سهل. عندك النوب قسم التسلية مثل ما تشوفون هذا القسم، هاي الأقسام اللي متوفرة بالتطبيق. قسم العداد إنه تدخل على العداد مالتك وتشوف النقاط والمجوهرات، ومن هذا الزر تقدر تطور العداد مالتك. عندك الأصدقاء منها التحويل، منها تحول الفلوس، من هذا زر الشراء إنه تدخل على المتجر تشتري موبايل رصيد أي شيء. عندك إذا تشتري نقاط حتى تطور العداد مالتك تضغط على شراء النقاط. مثل ما تشوفون دول الوكلاء، أي وكيل يعجبك، مثلا عندك هاي وكيلة لولي، عندك الوكيل محمد حيدر مهند، دول الوكلاء كلهم اللي موجودين كلهم ثقة. تختار أي وكيل يعجبك، مثلا وكيلة لولي وينها، هاي الوكيلة لولي من بغداد، اسم الوكيلة اسم الوكيلة لولي، مكانها بغداد، المدينة بغداد، هذا رقم الهاتف مالتها، هذا رمز الإحالة مالتها، هاي يستقبل دفع عن طريق الزين كاش آسيا. المهم تحول له رصيد، يحول لك النقاط وتطور بهن العداد مالتك. الوكلاء كليتهم ثقة. عندك هذا القسم الأخير قسم التسلية، عندك هاي غرف الدردشة، دخول مسابقة، عجلة الحظ، هاي غرف الدردشة، أي غرفة تدخل لها يقدر يدزوا لك هدايا، تدز لهم هدايا. يعني برنامج حلو سهل ما بي أي مشكلة، تفاصيله كلش حلوة وسهل وبسيط. اللي يحب يسجل دخول أو بهذا البرنامج، هاي هنا الأخبار، هنا الملف الشخصي مالتك، هاي الإشعارات هنا. برنامج كلش حلو سهل، أنصح الجميع أنه يستخدمونه. و... وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وراح أرد عليكم إن شاء الله.